يا هلا يا هلا، اهلا بيكم في حكايه جديده مع بيرفكتو. فاموس فاموس فاموس. وقبل ما ابدا ما تنساش تعمل اللايك والشير والسبسكرايب قناه اليوتيوب بيرفكتو بالعربي بيرفكتو بالانجلش. ويلا بينا نبدا الحلقه. انتهت حكايه قصه كاس العالم اخيرا. اسبانيا بطل كأس العالم. تسألني وتقول لي هل يستحقوا؟ واقول لك دعاوى المصريين اخيرا اشتغلت. اخيرا يا جماعة شجعنا فريق وكسب. اسبانيا بطل كأس العالم 2026. فاموس فاموس فاموس. قبل ما افرح لاسبانيا ويعني انطلق في الفرحة لازم اقول هارد لك لاعظم لاعب في التاريخ. اللاعب اللي ما جاش ومش هيجي وما اظنش ان ممكن حد يقرب من مستواه. ليونيل ميسي. ذا جوت. المعزة. هارد لك. يعني ختمت مسيرتك بكاس عالم، كفايه عليك كده بصراحه. كان نفسي صراحه تاخد كاس العالم تاني، ولكن هبتدي الاول بمنتخب الارجنتين واقول منتخب، يعني خلينا اقول لفظ كويس. صفر. منتخب صفري. منتخب ملط يا جماعه. الارجنتين قدم اسوأ مباراه من ساعه ما دخل كاس العالم. ازاي تلعب كده قدام اسبانيا؟ مفيش هجمه. زيرو شوتس. انت مش حتى شوت، يعني انت حتى ما شوتش بعيد عن الجون. انت ما شوتش خالص. انت ما فيش، انت ما جيتش، انت ما عملتش هجمه. جماعه منتخب الارجنتين كله كان مركب الاتوبيس ورا. ويعني حتى مركب الاتوبيس ورا بشكل همجي. يعني العيال بس لولا ان عندها روح وبيخشوا يضربوا. هنتكلم في موضوع الضرب ده لانه انا مش هعديه. الموضوع ما كانش سهل كده واخطاء تحكيميه بسيطه. لا، لعيبه الارجنتين يا جماعه لعيبه متخلفه. تاني استثناء ميسي، انا هطلع ميسي بره الموضوع. اللعيبه كلها صفر. ملط من الهجوم لخط النص للدفاع للحارس. زيرو. مفيش شيء، ما قدموش شيء. تكسبوا كاس العالم ليه؟ انتوا حتى الروح او الروح القتاليه اللي بنقول عليها روح بغباء. انت كده كده معاك الفيفا، وانت كده كده معاك التحكيم. لعيب زي اللي اتطرد ده، انزو ده، انت محتاج تعمل اللي انت عملته. انت بتشقت المنتخب بتاعك بقيه الماتش عشان انت لعيب غبي. اللعيب التاني برضو الدفاع بتاعهم اللي بيضرب بلا هدف. مشكلة ان انا مش عايز اقول لك مثال ولا اسم. اللعيبة كلها بتضرب بلا هدف حتى مش بذكاء. يعني بيقول لك ايه؟ لو انت معاك التحكيم، لو انت معاك واسطة العبها بذكاء، يعني العبها بخفية كده. الواحد اتعصب يا جماعة من اول الماتش. الفاولات ما بتتحسبش غير على اسبانيا. اي حاجه لميسي مع احترامي، انا بعشق ميسي. ميسي افضل لاعب في التاريخ ليا. ياخد الفاول، اي فاول للارجنتين ياخدوه، ولكن لاسبانيا مفيش حاجه بتتحسب. الدنيا بايظه خالص. لدرجه ان الحكم لما حس ان الموضوع بقى باين قوي، المهاجم انزو بيضرب المدافع كاله بالرجل. انت بتعمل ايه؟ يا جماعه، يعني حد يفهمه ان دي لعبه اسمها كره القدم. لحسن يكون فاكر ان دي مصارعه ولا دبليو دبليو. حتى الدبليو دبليو ما بيعملوش كده. فعبثية بشكل لا يطاق. لا يطاق وما يستحقوش بربع جنيه ان هم يكسبوا. الارجنتين فريق ملط، يعني استثناء تاني ميسي لازم اقولها واكررها. لا يستحق. وفريق يعني حرام مصر تطلع منهم. حرام. يعني الواحد متضايق كده، معلش انا بتكلم بالحرة، عشان مصر طلعت من فريق ملط زي ده. الارجنتين ما جاتش وما لعبتش. ويعني انا بصراحه بقى لو كان نفسي حاجه تحصل، كان نفسي فرنسا اللي تيجي. فرنسا كانت تيجي وتدعس الارجنتين 4-5. انا مش عايزهم يخسروا واحد يا جماعه. الفريق ده ما يستحقش يخسر واحد بس. يستحقوا يخسروا 4-5-6 ويحطوا جزمه في بقهم. يعني فريق كلح وفريق قليل الادب وفريق بلطجه وفريق ما بيلعبوش كوره يا جماعه. فريق ما بيلعبش كوره. فريق بيستسكى ويشغل مخه ويخش بجسمه يا جماعه ايه ده؟ كوره مش كده يا جماعه. يعني ما حتى الواحد قال يتعاطف معاهم عشان ميسي واللعيبه لو كانت محترمه. العيال مش محترمه. العيال كلها داخله تدغدغ في الناس. يعني ايه ده؟ فدي نهايه منتخب الارجنتين الاكذوبه. يعني ميسي هو اللي صنعك يا حبيبي. مارادونا هو اللي صنعك يا حبيبي. اللي كان موجود مع احترامي الشديد من اسماء الفاريز وي انا ما شفتش حد. حتى ميسي ما كانوش عارفين يوصلوا له الكوره الوحيده اللي خدها ميسي. يعني كان في الدقيقه 108 لما راح شايط الكوره في وش اللاعب. الواد وقع. الواد ميرينو بتاع ارسنال بتاع فريقنا. كل سنه وانت طيب. هو ده اللي انا شفته من فريق الارجنتين. ما علينا. نروح بقى للفريق اللي يستحق الفايبس، الفرحه والجمال كله. طيب، قبل ما ابدا بالحلو لازم اقول الوحش. فريق اسبانيا برضو الصراحه ما قدمش الماتش
اللي كنت متوقع منه. فريق اللي نص لعيبته من برشلونة، اتوقع التيكي تاكا، اتوقع فينيشر محترم، اتوقع لامين كان يصحصح. لامين يعني لو هنبتدي بيه كان سيء للغايه. مش ده لامين يا جماعه، مش ده لامين بتاع برشلونه، مش ده لامين اللي بيلم واحد واثنين، مش ده لامين اللي بيعمل الاسيستات، مش ده لامين يا جماعه. ما تفهمش، ما جابش فورمه خالص من ساعه ما اتصاب كده، من ساعه حتى ما رجع في كاس العالم الماتش الثاني او الثالث مش متذكر. ما فيش فورمه من لامين. على الجانب الاخر بدري طبعا نازل في الدقيقه 80 كالعاده تقريبا. يعني انا مش فاكر له لمسات قوي، مش عارف برضو بدري ايه اللي حصل له. يعني ربنا يستر لبرشلونه الموسم اللي جاي. رودري الى حد ما قدم ماتش كويس، كوبارسي قدم ماتش كويس، الواد كوكوريا عمل ماتش ولا اروع الصراحه. يعني للاسف مبروك على اخواتنا المدريديستا، او اخواتنا المدريديين. مبروك عليكم كوريا، ولكن قدموا ماتش محترم من اقوى الفرق في العالم اللي عندهم خط نص، ولكن خط الهجوم فيه مشكله تامه. يعني لولا الولا ميرينو بتاع ارسنال نزل وعمل تغيير شويه، بقى في حد طويل ياخد الهدات، ياخد الكور العاليه بتاع. غير كده اسبانيا انا ما شفتش انها عملت خطوره على الارجنتين. مستحوذين على الكوره، بيعملوا هجمات بس بلا هدف. حتى الشوط انا ما شفتش حاجه، يعني ما شفتش حاجه فعلا خطيره، ما شفتش حاجه تؤثر. واللي يثبت لك كلامي في اخر الماتش خالص في الدقيقه 119 ولا الدقيقه 118، الواد نيكو ويليامز خد الكوره بلا هدف، ما اعرفش عمل يمين في شمال طلعها. انت بتعمل ايه يا كابتن؟ يا كابتن بتعمل ايه يا كابتن يا ويليامز؟ يعني حتى يعني ما علينا ما علينا. ففي الاول وفي الاخر هارد لك لفريق الارجنتين، ولكن اسبانيا تستحق، لان هم كانوا الافضل، لان هم اللي كانوا مستحوذين، لان هم اللي عملوا الى حد ما نسبه خطوره حتى لو هي مش عاليه. ففريق يستحق، لان الواحد كان هتجلط لو الارجنتين كسبت. يعني لو كان سحر ميسي اشتغل كده والارجنتين كسبت في الاخر، الواحد كان هتجلط. فمبروك نهايه كاس العالم. تتوج اسبانيا 2026 بكاس العالم، اللي كان نسخته صعبة، اللي كان اللي مر في عدة منتخبات يعني كانوا زي الحصان الأسود، وزي الناس اللي طلعت يعني من تحت الأرض كده، زي كاب فيردي. وفي منتخب مصر، مع احترامي حتى بعيدا ان انا مصري، منتخب مصر يا جماعة قدم مباراة ولا أروع، وكان ممكن يوصل للدور الثمانية بسهولة. والواحد يعني محروق من جوه عشان كده. فريق زي الأرجنتين ده ما كانش ما يستحقش يكسبنا، ما كانش يستحق يكسب كاب فيردي حتى، ولكن عشان ميسي وسحر ميسي. منتخبات كتيرة زي النرويج وصلت لدور محترم جدا وطلعت قدام منتخب محترم. انجلترا، فرنسا، كان في منتخبات محترمة. يعني في الاول وفي الاخر منتخبات ادت اقصى ما في وسعها. وفي الاخر هارد لك للكل، ويتوج الزعيم والقائد اسبانيا. فاموس يا اسبانيا، وهارد لك الارجنتين. ما تنساش بقى، ما تنساش تعمل فولو ولايك وشير للقناه بتاعتي على اليوتيوب، بيرفكتو بالعربي بيرفكتو بالانجلش. وعايزك بقى تتحمس، لان الفتره اللي جايه هيبقى فيه كونتنت رائع وقروي بشكل ولا اروع. ما تنساش القناه بيرفكتو بالعربي بيرفكتو بالانجلش.